ايه ده يا محمد، انت بتعمل ايه؟ بذاكر. تذاكر ايه واحنا هناخد زماننا وزمن غيرنا؟ ايه ده؟ هو يعني ايه زمن وزمن غيرنا؟ مش فاهم. طول ما احنا عايشين في نفس الزمن ده مع اجيال تانية مع اجيال سابقه، طول ما احنا عايشين هو زماننا وزمن غيرنا برضه. فكره ان انت تبقى فاهمه ان الزمن بيتقطع بمجرد ما انت بيكبر عمرك لفتره معينه، فدي كارثه. خليني اقول لك على حاجه. آه الفكره بتاعت زماننا وزمن غيرنا دي، انا بعتبرها مشكله في التفكير كبيره جدا، لانها بتحبط الناس اللي ما عندهاش خبره، وخصوصا لو هو شاب صغير او لسه ما عندوش تجربه او لسه بيبدا حياته. مش كده وبس، بتعيش الناس اللي مؤمنه بالفكره دي فتره انتظار مش استثمار، بتخليك ما تاخدش بالك من الفرص اللي ممكن تعدي عليك. بالملخص، باختصار شديد جدا، مفيش حاجه اسمها زماننا وزمن غيرنا. اللي احنا ما نعرفوش واللي لازم الناس تكون عارفاه ان حتى بعد ما احنا هنمشي، زماننا هيفضل موجود، الاثر بتاعنا بيفضل موجود. النبي صلى الله عليه وسلم اثره لحد دلوقتي لسه موجود، ما كانش مؤمن بكلمه زماننا وزمن غيرنا. مفيش حاجه اسمها زماننا زمن غيرنا. طول ما احنا عايشين في نفس الزمن ده، كل حاجه بتعدي علينا هي استثمار، هي تجربه جديده احنا لازم نتعلمها لحد اخر يوم في عمرنا. بس.